عنوان الفيديو: انقذوا فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري الحالي ولاعب النادي الأهلي السابق. ايه اللي حصل وايه قصة فوزي الحناوي مع مسؤولي نادي الاتحاد؟ الأخبار انتشرت يعني في صباح اليوم عن منشور نشره فوزي الحناوي على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. فوزي الحناوي ملخص ما نشره وهو انه بيتعرض لضغوط نفسية شديدة اثرت عليه وما زالت تؤثر عليه على غرار ما حدث للراحل احمد رفعت عليه رحمة الله. والظاهر ان الفترة اللي جاية هنشوف لاعبين كتير هتطلع وتتكلم عن الضغوط النفسية اللي بيتعرضوا لها من مسؤولي وإداري الأندية. طيب فوزي الحناوي ايه اللي حصل له؟ فوزي الحناوي قال لك في المنشور بتاعه: انا بشكر محمد مصلحي رئيس النادي على دعمه ليا، ولكن هناك شخص ما واختصر اسمه في حرفين: ألف همزة تحت وحرف الجيم، ألف همزة تحت بكسرة وحرف الجيم. وقال لك ان الشخص ده قعد معايا علشان خاطر يتفق معاه على تخفيض العقد بتاعه، ولكن فوزي الحناوي الراجل مقدر نفسه انه من اللعيبه الكويسين، من اللعيبه الدرجه الاولى او الفرز الاول في الفريق، فقال لك انا موافق ان انا اخفض العقد بتاعي، ولكن زمايلي خفضوا عقودهم هم كمان. وده حق الراجل. ليه؟ لانه قال لك انا لاعب جاي من النادي الاهلي ولعبت منتخب مصر ناشئين واولمبي، ويعني ملتزم وبلعب وبأدي اللي عليا. اذا فمن حقي ان انا لو هيتخفض عقدي يبقى زمايلي اللي هم زيي او في نفس مستوايا او في نفس شريحتي بالنسبه للعقود ان هم يتخفض عقودهم. فالمسؤول اللي قاعد مع فوزي قال له خلاص مفيش اي مشكله، وبعدها فوجئ فوزي بان هو بيخرج من القايمه، بل وان هو بيتمرن منفردا خلف المرمى. ده كلامه وفقا لكلامه. قال لك فانا حاليا بتعرض لضغوط نفسيه شديده اثرت عليا، الضغوط دي خلتني في حاله نفسيه صعبه، وبيطلب من المسؤولين ان هم يتدخلوا علشان خاطر ما يوصلش للي وصل له الراحل احمد رفعت عليه رحمه الله. الحقيقه فوزي الحناوي كمان قال ان انا بعد الموقف ده اصبحت الان لاعب حر، وبيتمنى ان هو يعني ينتقل الى احد الفرق اللي تقدره وتقدر موهبته وتقدره ماديا ومعنويا. ففوزي الحناوي اللاعب طلع واشتكى وقال انا بتعرض لضغوط نفسيه او تعرضت لضغوط نفسيه شديده جدا اثرت عليا. يا ترى هنشوف كام احمد رفعت الفتره اللي جايه. اكيد كل الانديه المصريه مش كلها ماشيه على الصراط المستقيم، مش كلها ماشيه يعني مرفهه اللعيبه بتاعتها وموفره لها كل الاساليب يعني الاساليب اللي تخليهم متحمسين للعب، تخليهم فايقين معنويا يأدوا ما عليهم. قال لك كمان فوزي ان المدرب بتاعه كان بيحطه في مراكز مش مراكزه، او في مراكز لعب مش بتاعته، ما يقدرش يأدي فيها، ولكنه بيأدي المطلوب منه على اكمل وجه. وده اللي اثر عليه تهديفيا لانه بيلعب في مركز المهاجم. ده اللي اثر عليه تهديفيا، وده اللي خلى المسؤولين يبصوا له ببصه صغيره شويه: انت ما بتأديش، انت ما بتهدفش، انت كذا انت كذا. فالراجل طلع ووضح كل الامور دي في منشور له. المفروض ان فوزي الحناوي عليه ان هو كان يقدم شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم علشان خاطر يسير الامور بصفة قانونية حتى لا يتعرض لاي مساءلة قانونية بسبب ما نشره. ولكن فوزي الحناوي من اللاعبين الجيدين جدا جدا جدا، كان المفروض ان هو يرجع للنادي الاهلي، ولكن يعني المركز اللي هو بيلعب فيه كان فيه تخمة لاعبين وكان مليء باللاعبين في النادي الاهلي. اذا فوزي الحناوي هيبقى زي احمد رفعت ويروح وخلاص عليه العوض، ولا نقدر نلحقه ونلحق اللي زيه؟ دي مسؤولية اتحاد الكرة ده رقم 1، مسؤولية وزارة الشباب والرياضة رقم 2، مسؤولية الأندية رقم 3، مسؤولية الرابطة رقم 4. مين اللي هيقدر ويدور؟ مين اللي هيقدر يبص؟ مين اللي هيقدر يفتح بابه للاعبين اللي هم بيتعرضوا لضغوط وأزمات نفسية عشان خاطر
ما نشوفش احمد رفعت تاني في الملاعب. شكرا لكم.